عملت أكتر من 20 كيلو في اليوم من الخضار والصلصة وتنفع لتفريزات رمضان والشتاء. ومش بس كده، دي بتعلم أسرار وتركات التخزين لأصحاب مشاريع الأكل البيتي. عزة في المطبخ بتعمل عظمة. يا ترى ازاي خزنت أكتر من 20 كيلو خضار؟ وإيه السر في إن الكمية دي ما تبصش؟ وإزاي شجعت الستات يعملوا مشاريع أكل بيتي؟ مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. طبعا كلنا عارفين إن رمضان على الأبواب، وستات كتير بتحب تجهز أكلها والخضار والصلصة وكل حاجة بحيث تكون جاهزة على الفطار على طول من غير مجهود. كلامنا هنا عن تفريزات عزة في المطبخ وتخزينها للخضار والأكل، ورفعت شعار تعب يوم ولا تعب كل يوم. أيوة، ده أكتر مثال لايق على تفريزات وتخزين أكلات سهلة وموفرة، وفي أقل من ربع ساعة يكون فطار رمضان جاهز أو الغدا في أي يوم عادي. يا ترى عملت ايه؟ ظهرت عزة في المطبخ وهي بتوجه نصايح وبتدي أسرار المطبخ للستات، وبالذات اللي عايزة تعمل مشروع للأكل البيتي والأكلات المجمدة والخضار. فعملت أسرار وتركات علشان تعمل تفريزات الخضار زي البسلة، واللي ادت نصيحة بإن لو هتعملي كيلو بسلة مجمدة هتجيبي 2 كيلو، لأنهم بيصفوا في الآخر أقل من كيلو، وعليهم جزر، ونحطهم مية متلجة وبعدين نقلبهم ونحطهم في أكياس البلاستيك اللي بيتحط فيها التفريزات. وعملت كمان تفريزات للقلقاس والسلق بتاعه، وبعد ما عملته سلايز صغيرة مكعبات حطتهم في مية مسلوقة، ولما تهدى تحطهم في أكياس. وعملت كمان تفريزات الصلصة علشان تعمل الخضار وتحط التسبيكة، وفي أقل من 10 دقايق يكون الأكل جاهز. وقالت السر في الصلصة هو إنهم يحطوا سكر، ويفضل من غير بصل علشان تفضل حمرا من غير مواد حافظة. وده غير كمان إنها فاجأت الكل إن ممكن نخزن الفاصوليا الخضراء وهي مسلوقة ونعملها سوتيه أو خضار متسبك. وشايفة إن ده أنسب حاجة تنفع مشروع للأكل البيتي ويكون بالشكل المغري ده، وهتكسبي في الكيلو أكتر من 15 جنيه، وهيكون مصدر رزق ليكي ولعيالك، والزهر هيلعب معاكي ويكبر واحدة واحدة لحد ما تعملي براند لنفسك. واللي ما تعرفوش عن عزة في المطبخ، فهي أشطر شيف في مشروع الأكل البيتي وبالذات التورت والحلويات، وكانت بتشيل مناسبات كاملة عبارة عن تورت وكب كيك ودونتس، وبتعمل تورت بال3 وال4 أدوار لوحدها، وبتعمل التورت بالورقة والقلم، وبترسم التورتة قبل ما تشتغل فيها، وكل المناسبات بتعملها من أولها لآخرها، وابنها طالع ليها وحقيقي ابن الوز عوام، وعمل مشروع للدونتس وسماه كروان، وواخد نفسها في الحلويات، وعمل كمان سينابون والمشروع ده في السويس. وتقدر تطلب الأوردر ويتبعت ليك في أي محافظة، بس بشرط بالحجز، لأنه لسه ما عملش مقر يستضيف فيه الزباين، ودايما بيعمل التجارب بتاعته على أصحابه ومامته واللي بينبهروا بمنتجاته كلها. ومش بس كده، من شطارتها عملت مشروع أحلامها الأول هو تورت وحلويات أصناف وأشكال وألوان، وبتعمل ليهم كل اللي عميل بيطلبوا منها بالملي وما فيهوش ولا غلطة. وكمان عملت أجهزة كهربائية باسمها زي الخلاط والمكنسة والمكوى، وسمته تاتش، وحطت عليه ستيكرز عليها اسمها عزة وعليها ضمان مدى الحياة، وفرحت متابعينها وعملت عروض في أول شهر فتحت فيه مشروعها. ومتابعين عزة في المطبخ انبهروا بمشروعها وطلبوا منها العروض والأجهزة الكهربائية، ولدرجة إن مصداقيتها كانت بتتكلم مع متابعينها إن لو حصل أي عطل في أول سنة هتعمله على ضمانتها. يا ترى جربتي اختراعات وتفريزات عزة قبل كده ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.